وما النصر الا من عند الله. ايها الاخوه، ايها الشعب المنتصر، الشعب القائد والمعلم والخالد ابدا، النهارده في اسكندريه زي كل مكان في مصر اهم ما ينبغي ان نذكره واهم ما ينبغي ان يستقر في قلب وضمير ووجدان وروح كل مصري ان احنا الشعب الذي انتصر وسوف يتم انتصاره، ولن تكون هناك ابدا لا ثوره مضاده ولا اذناب هيقدروا ينقضوا علينا. الشعب اللي قدر يقطع راس النظام هو الشعب اللي هيسحب جيول هذا النظام ويستكمل تطهير مصر باذن الله. قدامنا مهمتين كبار كل المصريين، ان هم الاولى نكمل تطهير مصر من بقايا نظام مبارك. مش هنبني على هذا الركن قبل ما الشعب يكنسه من سكة البناء الجديد، ومش هنقتل الجرح دون ان نطهره من جراثيم سلطة الفقر والفساد والاستبداد والتبعية اللي عشمتنا 30 سنة. المطلوب عشان نكمل التطهير ان يقدم كل مسؤول في نظام حسن مبارك الى محاكمة فورية امام قضاء مصري مستقل، وان تشكل لجان قضائية من الان. عاوزين يتشكل من القضاء النائب العام مش هيكفي، تشد باسم الشعب لحاكم التطهير من قضاة مصر لتعطي هؤلاء جزاء عادل بالقانون كما اعطاهم الشعب جزاء عادلا بارادته التي لا تنكسر. كل اللي شرعوا مصر عاوزين نرد فلوس مصر من اللي نهبوا ثروة مصر. الشعب صاحب الثروة اللي اتسرقت يريد ان يسترد الثروة اللي اتسرقت من الحرامية اللي حكمونا. كانت جرائم لا تذكر بالتقادم، كانت جرائم لن نتسامح فيها. نهب الثروة الوطنية، التعذيب في اقسام البوليس والسجون، تزوير الانتخابات، لا تسامح مع الذين ارتكبوا هذه الجرائم. نطلب ان يتم تطهير مصر من الحزب الذي خدع مصر. لابد الان من حكم شعبي بإلغاء الحزب الوطني الذي حكم مصر وتسليم مقراته وامواله للدولة المصرية. واذا كان ولو اعضاء الحزب الوطني عاوزين يشكلوا حزب في العصر الديمقراطي يتفضلوا، بس بدون ما ياخدوا شوائع على حساب الشعب واموال على حساب الدولة، لان احنا عارفين اذا انتصر عن الدولة سيموت. 3 عاوزين كل اللي اتحرم في مصر من حقه. احنا عاوزين ايه يا اخوانا النهارده؟ ايه المفروض يوصل لكل واحد فيكم بعد الثوره؟ عاوزين حاجتين: تاخد نصيب عادل في ثروة البلد ونصيب عادل في سلطة البلد. انا بقى نصيب العادل في سلطة البلد ان يبقى لي صوت زي كل واحد بالسوى اليميني واليساري والاسكندراني والاسواني والمسلم والمسيحي، صوت واحد لكل مواطن. تنظر انتخاباتنا دي احنا
نروح نختار الناس بحرية عشان ناخد حقوقنا المدنية والكلمة. لا، انا عاوز كل مصري ياخد حقه في ثروة البلد، العاطل يشتغل ويلاقي تعليم نظيف ورعاية صحية حقيقية بدون مستشفيات خاصة واجر عادل. حد الادنى 2200 جنيه وحد الاقصى 18000 جنيه. خلينا في ال 18 الشركة فتحت ناخد نصيبنا في سلطة بلدنا وثروة بلدنا. احنا باذن الله هننتصر. النهارده بنطلب الغاء قانون الطوارئ، اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من اول قيادات الاخوان وكل صاحب راي وكل من حكم عليه في المحكمة العسكرية الى عجوز الظهر واخوانه الى عجوز الظهر متعلقين هذا المؤسسات مهما كان اتجاهه او رايه. امام اخواننا نعمل الكلام ده. احنا عارفين حاجتين: مجلس رئاسي من المدنيين والعسكريين، يبقى في عدد من العسكريين والمدنيين يفضل يكونوا من قضاة مصر المحامين الشعبية. نمرة 2 اسقاط حكومة احمد شفيق فورا. وهختم كلامي واقول لكم اسقاط حكومة احمد شفيق هي الخطوة المطلوبة من الثورة المصرية الان. هترجع كلمتنا، هترجع الشركات اللي باعوها في الخطفطة، وهترجع الارض اللي سرقوها في التحقيق. كل واحد فينا هيعيش سليما كما يليق بالمصريين. تحية لشعبنا العربي في ليبيا، تحية لأنهار الدم التي تسيل في ليبيا ضد الطاغية محمد القذافي. عاش نضال الشعب العربي، عاش نضال الشعب العربي، عاش نضال الليبيين، عاش نضال الروسيين، عاش نضال اليمنيين، عاش نضال المصريين. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.